وعدتكم اني اجي المتحف اللي في البلد، لكن قبل ما اروح المتحف خليني اصور لكم هذه الصخرة. انتوا تعرفوا انه هذه الصخرة كانت مدفونة تحت محلات واكشاك في جدة، وعمرها اكثر من 45 سنة. شوفوا كيف هذه الصخرة اكتشفتها وزارة الثقافة، مدفونة تحت محلات عشوائية في البلد. طبعا هذه من عام تقريبا 81، 1981. وهذا هو المتحف. يلا خلينا نعطيكم كذا جولة بسيطة وسريعة فيها. والشيء الجميل مجرد ما تدخلوا تيجوا عند الاستعلامات هنا يوفروا لكم مرشدين للمتحف يفيدوكم بكل التفاصيل اللي في المتحف ومجانا. معنا أحد المرشدين، الله يعطيك الصحة والعافية، تعرفنا. يا هلا، السلام عليكم. معك سلطان خالد، وإن شاء الله راح أكون معاك مرشد في متحف البحر الأحمر. المتحف يتكلم عن مواضيع كثير، ابتداء من باب البنط والبحر الأحمر، وأيضا يتكلم عن الحج والدين، يعني في قديما على عصر عثماني وعصور قبلها كمان. يمكن البعض ما يعرف ايش يعني باب البنط، ادينا كذا تعريف بسيط له. باب البنط أصل كلمة بنط هي كلمة إفريقية، لكن باب البنط هو كان ميناء يستقبل فيه الحجاج والتجار والوافدين من مختلف أماكن العالم. طبعا هي كانت نقطة التقاء وأيضا حجر صحي لمختلف الناس. يعطيك العافية. يعافيك ربنا. يلا نبدأ. يا هلا. طبعا هنا عندنا غرف، كل غرفة في ذا المكان تحكي قصة لها علاقة في البحر الأحمر، في تاريخ البحر الأحمر، في باب البنط وغيره، يعني من القصص في التاريخ. هنا عندك مجسمين، اللي في الخلف مجسم للمتحف اللي احنا فيه الحين، واللي أمامك هذا باب البنط قديما. يخليك تتصور الفرق بين الماضي والحاضر. طبعا باب البنط كان هنا، يعني احنا المكان اللي احنا فيه هو مكان باب البنط قديما. هنا عندك صور لشكل باب البنط قديما، لو تلاحظ كان البحر قريب جدا من الباب، فتشوف نقطة تجمع للحجاج من مختلف يعني أنحاء العالم. هذا المنظر اللي هنا برا، هذا شايفه برا انا مسوينه الان صح؟ ايه، وهذه قوارب، الاشياء اللي تشوفها هنا قوارب. شوف هنا شكل الباب حتى كيف تصميمه، وهذول الحجاج جايين من الجزائر، مصور فرنسي صورهم. في معلومة صراحة مرة حلوة، قول لي اياها. طبعا قبل ملايين السنين البحر الأحمر ما كان موجود، بسبب إنه قارة إفريقيا وآسيا كانت ملتصقة. بعد تحرك الصفائح انفصلت قارة آسيا وإفريقيا، تكون معنا البحر الأحمر. حلو. معلومة حلوة ثانية، ليش تسمى البحر الأحمر بهذا الاسم؟ لأن كان في طحالب تطلع على سطح البحر، الطحالب هذه كان لونها بني محمر، وبسبب هذه الطحالب سميناه بالبحر الأحمر. وهنا عندكم تصور لشكل هذا الطحالب. طب هنا عندنا مرساة عمرها تقريبا 300 سنة، حصلوها في البحر الأحمر، مصنوعة من حديد كثير، يحسبوها خشب بسبب لونها. أيضا هذه وزنها 400 كيلو جرام تقريبا، وطولها 2.7 متر. البنيان الحجازية قديما كانوا يبنوها من الحجر المنقبي، وهو حجر مستخرج من البحر الأحمر. تقدروا تشوفوه هنا، حتى في مسامات تحافظ على البرودة في البيوت. وهذه الرواشين طبعا أي. هذه الرواشين كانت تدخل الهواء على البيوت، تدخل الضوء وتحافظ على الخصوصية. طبعا اللي في الخلف هذا من الفنان معاذ، وهو متحف خاص يصور لك شكل المتحف قديما قبل ما يصير له ترميم. هنا عندك مختلف أنواع محددات اتجاه القبلة من العصر العثماني وحتى قبل. في عندك هنا هذا مكتوب فيه المصحف، وهذه مكتوب فيها أدعية صغيرة. في أشياء قديمة هنا. إيه، عندك رقم 2 ورقم 3 أقدم أشياء هنا من القرن ال18. عندك هنا خريطة عن البحر الأحمر من 1888، لكن هذه الخريطة مو مقسمة بالمناطق، مقسمة بالقبائل، كل القبيلة والمنطقة اللي كانت تحكمها. في معلومة برضو حلوة اللي هي باب المندب، ليش سموه بباب المندب؟
معنى كلمة مندب تيجي بمعنى حزن أو بكاء، لأن كثير من المسافرين اللي يدخلوا البحر الأحمر كانوا يموتوا ما عاد يرجعوا، فهم زي سموه بهذا الاسم حزنا على اللي ما يرجعوا يعني. الدور الثاني. هنا قدامك مجموعة من المصاحف القديمة من مختلف الناس المسافرين. الصورة اللي قدامك ايش تشوف فيها؟ شوف فيها الكعبة، الحرم. صحيح، بس في شيء مرة مهم، إنه الصورة هذه مكتوب فيها المصحف كامل بخط جدا كامل. صغير. إيه لو تشوف. هذه مين سواها طيب؟ هذه فنان هندي سواها. من كم؟ 1860. 1860. هنا عندك بعض المقتنيات القديمة للحجاج، عندك مثلا جواز سفر، وأيضا عندك تذاكر للحجاج. التذاكر كان فيها تفاصيل، يعني مثلا اللون، العيون، الأنف، الفم، يبغوا تفاصيل الشكل. الغرفة ذي تتكلم إنه جدة ملتقى الثقافات. جدة فيها عادات وتقاليد كثيرة لسه نشوفها من قديما ولسه نشوفها إلى الآن. على اليمين مثلا عندك لعبة ضومنة، وفي صيد السمك، وأيضا عندنا في صورة لمكة فترة كورونا، هذه تشوف التباعد. عندك هنا قطع مستخرجة من حطام حصلوه في أملج. القطع هذه صينية، ولو تلاحظ لسه سليمة، يعني كثير منها سليمة، وفي فيديو حتى يوريك هم يستخرجوا هذه القطع. شوف زي ما هنا تشوف، هذول هم يستخرجوا القطع من البحر. في 2007 اكتشفوها مو؟ اي نعم. شوف يعني كثير منها مكسر، بس في قطع سليمة. نفس الكاس اللي هنا. ايوه نفسه. هنا هذه الغرفة تتكلم عن المحمل. المحمل كانت تجي فيه كسوة الكعبة من القاهرة لمكة المكرمة. كسوة الكعبة كانت داخل هذا الشيء، تجي فوق جمال. هذه دحين حقيقية ولا يعني أثرية ولا؟ الحقيقية. لا هذه حقيقية. وأيضا عندك شوف هذا يعني غطاء الرأس كانوا يلبسون النساء اللي يجوا مع المحمل. هنا تصور كيف كان شكل مسيرة المحمل. شوف المحمل فوق الجمل. أخ سلطان ما شاء الله، أنا وإحنا داخلين واحدة من الغرف شفت مرشدة تتكلم إنجليزي. إيه ما شاء الله في لغات يعني مو بس العربي. لا إحنا في مرشدين يتكلموا فرنسي، في إنجليزي، وفي عربي، فأي أحد حياه هنا. وكله مجاني. كله مجاني. شوف أنا دورت أماكن كثير في العالم وأروح متاحف وأروح زي كذا. إيه مستحيل يعطوك مترجم مجاني، يمكن يديك جهاز فقط، لكن معاك مترجم ويمشي ويدور ويترجم لك، كلها برسوم. فالله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك، احنا كنا لخدمتكم ان شاء الله. ما تقصروا. يا هلا. عندك كسوة الكعبة، وعندك القطع اللي فوق هذه كسوة جاي من مصر، برضها مخيطة بذهب. وهنا عندك حقيبة مفتاح الكعبة المشرفة، برضها مطرزة من ذهب. هنا عندك كمان شهايد كانوا الحجاج يأخذوها لما ينتهوا من الحج في القرن العشرين. وأيضا خلفك في تزيين لبيوت المصر. هذا أيوة أيضا شهادات قديمة. هذه الشهادة مميزة لأنها حجت بدل عن غير، يعني لما تحج عن أحد ثاني يعطوك هذه الشهادة. شايف هذا المبنى؟ ايوه قدامه راح يقربوا البحر ان شاء الله للمتحف يعني. يعني في طريق حيكون كمان برضه. اي نعم.
حيكون هنا. حيقرب البحر لهذه المنطقه، مضبوط؟ ايوه، اللي بعدها على طول بتكون. بعدها هناك قدام حيكون البحر واصل مباشره. الله يعطيك الصحة والعافية، تغطية جدا حلوة ومميزة، وإن شاء الله الكل يستفيد منها، يا هلا. وبارك الله فيك. حياكم عندك كلمة الله. حاب تقولها؟ لا، حياكم الله، في أي وقت بنخدمكم إن شاء الله من عيوننا. المتحف موجود من الساعة 10 الصباح ل 10 الليل إن شاء الله. حتى الجمعة؟ حتى الجمعة. إيه. طيب جميل، شكرا. يا هلا.